ده روتيني في العناية بالشعر والتخلص من القشرة وكل المنتجات اللي جربتها وعجبتني. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسيف وشير للفيديو عشان غيرك يستفاد، وما تنسيش تعملي اشتراك في قناة اليوتيوب. مع تجربتي لمنتجات شعر كتير جدا وزيوت وكريمات وشامبوهات مختلفة، دولت اللي انا استقريت عليهم في الفترة الحالية. علشان نبدأ نعالج الشعر صح، لو عندك قشرة لازم تعالجيها، ده بداية العلاج. وبعيدا عن الخلطات والتركيبات بتاعة النت واليوتيوب، بجد هو لازم شامبو طبي وحاجات طبية من عند دكتور او صيدلي. الشامبو ده سعره ما تعداش 35 جنيه، وبصراحة يعني عطاني نتيجة من تاني استخدام. وده شامبو تاني برضو للقشرة بس عادي، يعني شامبو عادي مش طبي، بيجيب نتيجة، بس الطبي بيكون اسهل واسرع. الطبي من تاني استخدام بصراحة لقيت نتيجة. وده محلول لو القشرة عندك زيادة شوية وعاملالك حكة وبتهرشي جامد، المحلول ده بيتحط مرة يوميا قبل النوم، بس كده الموضوع بسيط. وعلشان الشامبوهات وعلاج القشرة بينشف الشعر جدا، فلازم تستخدمي حمام كريم. اختاري حمام الكريم المناسب لشعرك والميزانية بتاعتك، ده برضو متوسط، بس يعني كل الريفيوز عنه على الفيسبوك تحفة. انا جربته بعد ما شفت ريفيوز كتير قوي البنات على الفيسبوك، بصراحة تحفة وسعره حلو جدا، وفي منه انواع كتير برضو على حسب نوع شعرك. وعلشان تستخدمي حمام الكريم كويس وتاخدي منه اقصى استفادة، يعني بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو بتحطي حمام الكريم على اطراف الشعر فقط، وتلبسي البونيه ده لمدة 20 دقيقة مثلا، وبعدين تشطفي شعرك عادي. بالنسبة بقى للزيوت او الكريمات اللي بنسرح بيها شعرنا، يعني انا شعري جاف شوية مش بيجي معايا كريمات، مش اي نوع كريم بيجي معايا، بس النوع ده من الزيوت انا جربته، هو نازل جديد في السوق، بصراحة حلو قوي، خفيف جدا على الشعر، مش من النوع اللي هو التقيل وبيمسك وبيدهن كده، لأ، هو بسيط قوي، وانا عندي منه نوعين. حلو جدا بصراحة. وفكرة ان هم حاطين البذور اللي معمول منها الزيوت جوه الازازة، يعني فكرة بصراحة عبقرية جدا. انا مش بس بستخدمه لتسليك وتسريح شعري، انا كمان بستخدمه في حمام الزيت، لان هو طلع تحفة جدا. حمام الزيت بعمله مرة واحدة اسبوعيا للشعر، فجبت العبوة دي من اي محل اكسسوارز، السنون بتاعتها فيها فتحات علشان الزيت يوصل لفروة راسك باكبر قدر ممكن. حمام الزيت عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل الزيوت واي انواع زيوت موجودة عندك، يعني الزيت الهندي فيه اصلا 7 زيوت وزيت خروع، والعبوة التانية برضو زيت خردل و7 زيوت، بضيف عليهم زيت جوز هند وزيت زيتون. زي ما انتي شايفة زيت جوز الهند الاصلي بيكون بالشكل ده، بيكون متجمد كده، مش عبارة عن خفيف ولا مية ولا سائل، هو ده الاصلي. بيتجاب منين؟ من بتوع العطارين، اي محل عطارة كبير هتلاقي عنده الزيوت الاصلية كلها. بالنسبة بقى الايام العادية اللي مش بستخدم فيها روتين للقشرة، انا بحب جدا استخدم الشامبوهات بتاعة الاطفال، علشان شامبوهات الاطفال بيكون فيها الكيميكال والسلفات فيها 0% تقريبا، والكيميكال بتاعتها قليلة جدا، مش زي الكيميكال اللي موجودة في الشامبوهات بتاعة الكبار، فمش بيكون فيها ضرر بنسبة عالية زي شامبوهات الكبار. الفرشة دي بقى جبارة، بتساعد جدا ان وقت الشاور وانتي بتنضفي فروة راسك من الشامبو او من حمام الزيت، ان هي بتنضف الفروة حلوة جدا جدا، وبتعمل زي مساج كده للفروة تحت المية، خطيرة. في الايام العادية حتى لو ما عندكيش قشرة، المفروض يكون ليكي فرشة او مشط مخصص ليكي بعيدا عن افراد الاسرة. نيجي بقى لوقت النوم، احنا المفروض ننام ببونيه ستان او نستعمل توك ستان كمان للشعر، لان الستان بيحافظ على الشعر، بيكون ناعم على الشعراية وبسيط، غير الاقمشة التانية القطن والحاجات التانية بتخلي الشعر يقع وبتخلي الشعر يبقى يعني بيتقصف ويتكسر وكده، فالاحسن ان احنا ننام ببونيه ستان. ودي خلاصة تجربتي للمنتجات اللي استخدمتها، اتمنى تسيبولي رأيكم في الكومنتات.